مباراة مثيرة أيضا. من كابينة التعليق سواء فيكم أنا محبكم فارس عوض طيلة أوقات هذا اللقاء. نرغب في مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة في كل لحظاتها. فريق باير ليفركوزن في مواجهة فينربخشة. نتمنى بأن تكون مباراة مثيرة قوية غير عادية، معبرة عن قيمة الحدث وعن قيمة الفريقين. عبيدي بيليه، ضربة حرة مشاهدينا من نصيب ليفركوزن. عبيدي بيليه، اعتراض ناجح في توقيت مثالي. رمية تماس لمصلحة باير ليفركوزن. الآن تأتي المساندة. عبيدي بيليه، افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. الكرة إلى خارج الملعب. رمية تماس. رياض محرز، لاعب بيقطع الكرة وبيبعد الخطورة. أندري شيفشينكو، بيليه، مساندة تصل الآن. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. تسديدة لكن كانت في المتناول. مايكل إيسيان، ملعوبة إلى كريم بنزيما. بيلينغهام، الوقت المضاف 5 دقائق مشاهدينا. هل يسجل الآن؟ يا سلام يا سلام، بدأ الكلام، أحلى الكلام، بدأ الجد. هدف أول في اللقاء. شوف اللقطة مرة أخرى، انظر كيفية التعامل للاعب مع الضغط. شوف كيف عرف طريق المرمى. الله على القوة، على المهارة في النهاية. الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول. 45 دقيقة أخرى انطلاقة لشوط المباراة الثاني. ممتاز في التقدم، في اكتساب أرض في داخل مناطق المنافس. عنده فرصة التمرير. كريم بنزيما، كرة خطيرة لبنزيما. الله، كرة في العارضة. يتنفسون الصعداء، يلتقطون الأنفاس بعد إمساك حارس المرمى بالكرة. العارضة تمنع هدف، تقف إلى جانب. فرصة متاحة والكرة في المرمى والفارق يتسع إلى هدفين. شوف الإعادة، شوف اللقطة. دائما نعرف بأن الكرة أسرع من اللاعب، هذا ما طبق الفريق هنا. كرة طويلة تقطع الملعب والتحول سريع من الدفاع للهجوم. أي فعالية كبيرة في الإنهاء والاستغلال المثالي. كرة ملعوبة إلى الخلف في مبدأ الأمان. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. ضاعت الكرة هنا. كرة مع ريفالدو، يتقدم بالكرة للهجوم. راؤول، والكرة تحتسب تسلل هنا. واضح غياب التركيز، كان يجب الاحتفاظ بالكرة قليلا والتريث قبل لعبها والبحث عن حلول أخرى للتمرير. 6 دقائق فقط على نهاية المباراة. ثيو هرنانديز، تدخل ناجح في قطع الكرة في هذه اللحظات.
وتنطلق في هذه اللحظات صافرة النهاية معلنة تكبد باير ليفركوزن الهزيمة في مباراة اليوم. خسارة بفارق هدفين كانت مستحقة، الفريق لم يجد نفسه، أيضا أخطاء الخط الخلفي كانت مكلفة، وفي النهاية